السلام عليكم خوتي وخواتاتي وليداتي وبنياتي وامهاتي، نتمنى تكونوا كتسمعوا لهاد القصه وانتم باحسن الاحوال وفي احسن الظروف يا ربي الكريم. اليوم وكيف ما العاده خيتكم جات تقاسم معكم قصه جديده. ما تنساونيش جمجموا ولا تخمموا، ضغطوا على ديك البصمه لهلا يخطيكم. اللي مازال ما اشتركش يشترك وتقاسموا القصه مع الاهل والاحباب. ويا الله نعاود لكم على قصتي مع زهري اللي كيبكي الحجر. انا سميتي السعديه، زدت في الباديه. حنا تبارك الله كنا بينا 6 ديال الخوت، 2 بنات و4 ديال الولاد. الوالد ديك الوقيته غيبيع شي بهيمات وغادي يسهل عليه الله وغادي يشري كونطرا وغادي يطلع لاوروبا. جلست تما تقريبا 3 سنين. ايوا السيد دور الحركه ولا لاباس عليه ودار بطبيعه الحال الجنحين. راه الفلوس كيرجعوك هما وشان. كي قاد الوريقات ديالو صيب الوضعيه ديالو، نزل المغرب واول حاجه دارها هي انه ضرب واحد التزويجه فعلا تاركه. السيد بغى يعيش الحياه وبدا حياته من جديد. ما طلقش الوالده وما تشاورش معاها. صراحه هو كان با فاش كان عايش معانا كان صعيب وكان ضاغط على امي بزاف. ما كانت عندها مسكينه شخصيه وكانت مسكينه درويشه بزاف. الوالده ديالي كانت يتيمه، كي كنقولوا مقطوعه من شجره. واش عندها ما دير؟ تكمشات وصبرات، ما كانت قاده على محاكم باش تمشي تطلع وتنزل. ايوا صافي الوالد مشى ديك الساعه تزوج وداها في مرته الجديده وحنا ما بقاش كيعتقنا بالريال. ما كيسول علينا واش واكلين واش شاربين والو. السيد حط سطلنا بلا تقرقيب. بداو الناس كيعمروا امي وكيقولوا لها خصك تنوضي تمشي تدعيه على الاقل على المصروف. السيد نسانا ونسى همنا، ولكن كي قلت لكم الوالده مسكينه كان مغلوب على امرها وكان فيها الخوف منه. ما تقدرش دير شي حاجه بلا ما تشاور معاه. صافي السيد جا دوز ديك 3 شهور مع العروسه الجديده وخلاها ومشى. ايوا الوالد بقى كينزل غير من الصيف للصيف وما كانش عنده ديك الفكره انه يطلع المره الثانيه وبدا كيولد معاها. ايوا بقى على هاد الحال لمده ديال 10 سنين. وبا ما شاء الله عليه كي كنقولوا 7 صنايع بحال هكا كان با. على ياش ما حطيتي كيقضي الغرض. ومني كنطلع لاوروبا كان ولا كيبني وكيزلج للناس في الكحل كيف ما كيقولوا. كان خدام في واحد الشركه ومني كيخرج من الخدمه كيمشي هكا كيبريكولي هكايا والسبت والحد، يعني كان دور العقب المزيان. وجماع تبارك الله في هاد المده حصيصه ديال الفلوس. صافي هي هذيك دخل عاوتاني للمغرب وبدا كيشري في الاراضي وكيبني، يعني ولا طاشرون. وشويه بشويه ولا كيشد المشاريع الكبرى، المدارس، الاسواق، يعني ولا كيلعب بالفلوس لعب. وحنا عمرنا ما تفكرنا. صافي بحال ما عمرنا كنا في حياته. واخا راه امي ما كانتش مطلقه وملزومه عليه وحتى حنا ملزومين عليه. صافي كان ديك الساعه بنا حياته مع مرته الثانيه وبطبيعه الحال راه بنا فيلا وسكنها فيها وهي وليداتها. وبقات الوالده مسكينه كطيح وتنوض على ودنا، كترس عند اللي يسوى واللي ما يسواش. كنا حنا ديك الساعه كلنا باقين صغار. راكم هكا تعرفوا الولاده ديال العيالات العروبيه كيكونوا ولاد الغيال شي فوق شي. ايوا بقات الاعوام غاديه حتى دوك 2 خوتي اللي كبار شدوا ريوسهم ولاو قادرين انهم يعتمدوا على راسهم وخموا فكروا باش يمشيو حتى هما للمدينه يدبروا على خدمه باش يتعاونوا مع الوالده ويتعاونوا معاه على المصاريف ديالنا. ايوا سهل عليهم الله ولقاو واحد الخدمه في واحد المعمل اللي كان معروف في ديك المدينه. دوزو تبارك الله واحد 4 شهور كانوا كارين غير مع الزوافريه. مني جمعوا واحد شويه باش يقدروا يكريو واحد البريطمه صغيره، توكلوا على الله وطلعوا جابونا وتجمع شملنا. الاب ديالنا كان تا هو في نفس المدينه ولكن ما عارفين ولا فين ساكن، ما عرفنا حنا واش جينا ولا تحولنا. داز تقريبا واحد 3 سنين وتبارك الله خوتي كانوا خدامين ومدخلين ريوسهم مع الناس. غادي يسهل ربي على خويا وغادي يحرق يمشي للطاليان
وسبحان الله داك خويا كان ميسر ليه ربي الامور، غادي قاد الوضعيه ديالو وغادي يبدا يطلع واحد بواحد من خوتي، حتى تبارك الله خوتي غيطلعوا كاملين بربعه بيهم، والخير بدا كيفيض علينا. وهاد خويا الكبير غادي يسهل عليه الله وغادي ينزل غادي يشري واحد البارطما، وغنخرجوا من الكرا وغادي نسكنوا فيها، وتهنينا من الكرا. كل شهر كيصيفطوا لنا امانه ديال الفلوس وجوج سيكان هادوك الكبار اللي بالسلسله عامرين بالتقديه، الفرماج، سباكيتي، مطيشه، اللوبيا في الحكاك، اي حاجه كطيح لكم على البال. تصوروا حتى من اللوقيد كانوا كيصيفطوه لينا، خليك على اتاي من الملحه. ياك الملحه هي ارخص حاجه في المغرب، وحتى هي كيصيفطوها لينا من غير الحوايج والصبابط ما نقولش لكم. المهم الحمد لله ولينا مبرعين، الخير غير مدفق علينا. الوالد واخا ماشي مره ماشي جوج كنتلاقى مع خوتي قبل كاع ما يسافروا، كيدير راسو بحال ما كيعرفهمش، واخا كيسلموا عليه ما كيتجاوبش معاهم. مسكين الله يهدي ما خلقه صافي، ما عرفنا داكشي واش من عند الله ولا من عند العبد. وبقينا الحمد لله عايشين بخير وعلى خير. الام ديالي واخا كان الوالد نكرها وما كانش مهلي فيها، عمرها ما ذكراتو بشي حاجه خايبه، ولكن حنا لا انا لا خوتي ما نكذبش عليكم، تربى في قلبنا الحقد من جهته. كانت ديما كتقول لنا انا دعيته لله وهو اللي غادي يخلصو وغياخد حقي، هكا باش كانت كتبردنا وكتقول لنا كيبقى باكم وياكم تاخدوا شوكتو. ايوا الحمد لله ربي عوضنا كي قلت لكم مع خوتي، وداك الحرمان اللي كنا كاع عايشين فيه وداك الجوع وتماره اللي كانت امي مسكينه كتضل مخشيه فيها باش يالله يا سيدي ربي ناكلو ديك جوج مرات في السيمانه طويجين. اما الماكله ديالنا كانت كامله غير بزويته وخبيز وبريري تاع اتاي. الحمد لله ربي فيض علينا. دازت الايام واختكم وصلت ل 18 عام، غادي يجي واحد ولد الناس اللي غادي يخطبني، وبحكم ان خوتي كاملين كانوا في الخارج كان ضروري ما ولي الامر ديالي يكون حاضر. قلبنا على نمرته عند العائله بكشي في الروح باش لقيناه. مني تواصلت معاه وقلت ليه راه جايين فيا الخطاب، بغيتك تحضر. بقى متردد وقال لي حتى العشيه عاد نجاوبك واش غنقدر نجي ولا لا. بطبيعه الحال خصو يمشي حتى ياخذ لوطوريزاسيون من عند مرته، ما يقدرش يتفنفل بلا بيها. ايوا السيد الحمد لله ربي حكم فيه، وهو عاود ليا التليفون وقال لي غادي نجي، وبطبيعه الحال غادي تجي معاه الزوجه المصونه. ايوا جا حضر ليا، وصراحه ما نكذبش عليكم فرحت، حسيت بكتافي عامرين هذيك الساعه. كيف ما كان كيبقى با واخا رحنا محرومين منه، ولكن هذيك اللحظه مني جلس وبدا حتى هو كيتشرط على العريس افرحت وقلت بعدا مني ما كاينينش خوتي جابوا لي الله هو باش يكون سندي ويكون تحمرت وجهي حدا العريس وحبابه. ايوا اتفقوا على كل شيء وراجلي كان زربان، خصنا نديروا العرس في اقرب فرصه. فعلا داكشي اللي كان، دوزنا العرس ديالنا داز بخير وعلى خير. نزلوا خوتي وداروا لي اكبر عراسيه، وبا راه كان كيجي كي قلت لكم كيجي عندنا وهي لاصقه فيه، وفي ما تحرك معاه والله ما يتفنفن الا ما عطاتو الاشاره بعينيها. كانت خايفه كيتسحب راسها واش غادي يحط شي حاجه باش يتعاون مع خوتي في العرس، وانا خوتي كاع ما محتاجين ليه. ايوا سالا العرس وخوتي كانوا كراو لراجلي واحد الطوموبيل، وكاع دوك الفلوس اللي جابوا الناس في الكادو عطاتهم لي امي وقالت لي هكا بنيتي سيري، قالت لي دوري وتبرعي انت وراجلك. وفعلا داكشي اللي كان، خرجنا سافرنا وما نقولش لكم البنات ما كملتناش حتى سيمانه حتى ناض الصداع بيني وبين راجلي، ولينا غير كنتغاوتو تناهشوا حاشاكم بحال شي كلاب، ولينا بحال شي وحدين مسعورين. ما بقيتش حملته ما بقاش حملني، البلاصه اللي كيكون فيها خصني نخرج منها وهو كذلك. الموضوع كبار بيناتنا وجاتني يا خواتاتي الطجه منه، وهو مشى من طريق وانا مشيت من طريق.
حتى من ديك الطوموبيله اللي كراوها لي خوتي خليناها فين كنا كارين. قلت لكم اخواتاتي راه جاتنا واحد الطجه شي ما بقى كيحمل شي، ولا كيبان لينا الطلاق هو اللي غيفرق بيناتنا. صافي عيات امي وعياو خوتي كيقولوا لي انا عندي الشيطان ما كاينش شي سحر، ما كاينش شي عين، والو. داوني عند الرقات زعما قراو عليا والو. اختكم قلت لهم هو اللي ما يكونش ليا راجل وصافي. صافي واختكم طلقات ورجعت للدار. الهم راكبني، ما عندي زهر لا مع الراجل، ما كان عندي الزهر مع الاب ديالي. الحمد لله رجعت عاوتاني لدارنا، وخوتي زادوا حنوا عليا، زعما مساكن كانوا كيجبروا في خاطري باش ما نكونش حاسه بالنقص. بقات الايام والشهور كدوز، واختكم تقولوا واش شي واحد عمرو حل فمو عليها. اختي اللي مصغر مني جاو فيها الخطاب وتزوجات وسهل عليها الله. وهذيك الوقيته اللي تزوجات فيها اختي كانوا خوتي حاضرين، والاب ديالي ديك الوقيته كان مشى يحج، يعني الامور تيسرات غير مع خوتي، وتزوجات ومشات لدارها. والحمد لله ربي سهل عليها ودارت وليداتها. بقيت انا على هاد الحال، نزلوا خوتي حتى هما سهل عليهم الله وتزوجوا وتناسبوا مع بنات الناس، وكل واحد جرى ودار الوريقات لمرتو وداروا التجمع العائلي وتجمعوا مع بعضياتهم. وانا كيف البارح كيف اليوم ظهري بقى واقف، ما نكذبش عليكم العمر كيدوز، ووصلت ل 43 عام وما عمر حد مازال ما سول عليا. عييت كي قلت لكم، ما خليت فين مشيت، ما خليت فقها، ما خليت شوافات اللي يحسبوا ليا الكارطه ويقولوا شنو اللي كاين، ما خليت الرقيه اللي كيقولوا ليا راه عندك سحر مدفون. وكيفاش غنفكو الله اعلم. عييت جريت. بعض المرات كنبقى جالسه مع راسي وكنقول مال زهري انا هكا، شكون هذا اللي غيدير ليا؟ والشيطان كيبقى يوسوس ليا، كنقول زعما واش مرت با، حيت النهار اللي حضرنا مرتو هو في العرس ما كملش. علاش خوتي اللي ما حضروهمش كلهم تسقدات ليهم؟ ايوا كي قلت لكم بقيت بالرقيه وبسوره البقره وبشحال من حاجه وحاجه، حتى ربي غادي واحد النهار يفك ثقافي. غادي تجي واحد السيده من دربنا، واحد المره غادا نتقدى حتى حبساتني في الطريق، سلمات عليا وقالت لي ما ديريهاش مني قلت الصواب، راني كنشوفكم راه معقوله، وداركم الله يعمرها دار ما كنسمعوا عليكم على الخير. ما عرفتكش واش باغا تزوجي، راه واحد السيد كيقلب على شي مرا تقبل عليه، السيد راه ميته ليه المراه وعنده وليدات وباغي يتزوج، راه عنده 2 وليدات وبنت، وكوني هانيه راه كلهم ديورهم، وراه ساكن غير بوحدو. ما نكذبش عليكم ديك الساعه الفرحه اللي كانت فيا، واخيرا واش انا مازال عاد غنفكر، واخيرا سول فيا شي حد. قلت مع راسي نمشي نتزوج وندير انا داري، راني كبرت. ايوا السيده ديك الساعه مني شافتني وجهي تبدل فيه اللون وبانت عليا الفرحه، قالت لي شوفي راه الا بغيتي تمشي تشوفيه دابا نديك، ومن الاحسن قالت لي تشوفي عاد تقري. ايوا مشيت نشوف معاها. السيد كان كبير في العمر ديالو 70 عام اخواتاتي. هي البنات شوفوا الدل اللي طاح عليا، انا اللي وليت غدا نجري نشوف الراجل ماشي هو اللي يجي يشوفني. بكثره اللهفه انني تانا ندير دار وما نبقاش مطلقه وجالسه شاده الركنه. ايوا فعلا مشيت، والسيده مني انا غادي معاها في الطريق وهي كتشكر ليا فيه وكتقول لي شوفي راه السيد ميسور الاحوال، راه كان ما شاء الله عليه بالفيلا ديالو وتبارك الله 2 حوانت ديال الذهب، غير هو الفيلا باعها ما قدرش يبقى فيها مني ماتت مرتو، وشرا دابا في بلاصتها دار اللي ساكن فيها. ايوا انا صراحه ما كانش كيهمني اشنو اللي عنده، قد ما كان كيهمني انني نتستر وندير حتى انا داري وكون عندي حتى انا زمان. مشيت شافني السيد وشفتو، واخا السيد كان كبير ولكن باقي شاد شويه في راسو. يا هذيك اتفقنا على انه غيجيب ولادو ويجيو يخطبوني. ايوا جاب وليداتو كي قلت لكم، ما تشرط عليه ما والو، داكشي اللي سخاه به الله قلت مرحبا
وصراحة ما كبر فيا حتى حاجة. من عند العدول فاش تكاتبنا كنت جايبة معايا باليستي ومشيت معاه ديريكت للدار. قلت الحمد لله نمشي نعيش مع هذا السيد بخيرو، داكشي اللي كتب الله، وما عرفناش شكون السابق، واش انا ولا هو. ايوا مشيت للدار اخواتاتي، واش غنقول لكم يا فرحه ما تمت. السيد ما صارحنيش لا هو لا ولادو على داكشي، علاش كانوا فرحانين وكيجريو ويتجاراو باش نقبل وباغيين يزوجوه ويتهناو منه. السيد كان عنده مرض مزمن. ايوا ويا فرحه ما تمت، اختكم من نهارها هازت الدوسيات ديال المرض ديالو ومن طبيب لطبيب، ووليت انا ماشي مرا، وليت فرمليه مقابلاه في دوايات وليل ونهار. ايوا واخا هكاك السيد مسكين ابقى فيا وربيت عليه الكبده، وقلت نحسن ليه دابا يجيب ربي اللي يحسن بيا حتى انا راجلي وغادي نوقف معاه. وفعلا داكشي اللي كان، قابلته وتهليت فيه بما يرضي الله. كان مني الحاله ديالو كتولي شويه راه ما كيخلي فين نخرجوا فين ندوروا، والتهلل اللي كيتهلا فيا. ولكن مسكين مني كيمرض وكتجيه الحاله، راه كان مسكين كيشد الفراش وكيبقى قلبك كيتقطع. دوزت مع هاد السيد من سنين ديال العشره، ومن بعد مول الامانات دا امانته داز العزو، والحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير. قاموا ولادو بالواجب، والمده اللي كنت شاده فيها انا حق الله كانوا يتقداو ودايرين عليا النوبه. كل مره كيجي يطلع عليا واحد. مني دوزت ديك المده ديال 4 شهور و10 ايام وكان خاصني نحيد حق الله، علمتهم وقلت لهم راني غادي نمشي نحيدو عند امي وغادي نبقى عندها شي ايام وعاد نرجع للدار. فعلا داكشي اللي كان، جا ولد راجلي داني ودور معايا قال لي لا تخصك شي حاجه. صافي من داك النهار ما بقيت سمعت عليهم لا حس لا خبر. دوزت مع ميمتي غنقول لكم تقريبا شي 20 يوم، حيت صراحه ما كنتش كنمشي عندها بزاف في الوقت اللي كان المرحوم، كنت كنخاف نخليه بوحدو. اغلبيه الاوقات كنت كنجيب ميمتي عندي. ايوا ما علينا، داز ديك 20 يوم هزيت حوايجي ورجعت لداري. ايوا تما فين غادي نتفاجئ اخواتاتي، كندير الساروت ما كيحلش. عييت ما ندور حتى جا عندي العساس قال لي لاله فلانه راه ولاد المرحوم راه جاو وبدلوا القفل. ايوا عيطت على واحد فيهم في التليفون. ايوا تما فين غيصدمني، قال لي يا لاله واش كتسالي شي حاجه، هذيك راها دارنا. قلت له كيفاش، واش كتهضر من نيتك، هذه راها داري ودار راجلي. قال لي يا راني هضرت معاك وقلت لك سيري دوخي على شي وحدين اخرين، هذيك راه دارنا، وإلا كانت عندك شي دار اجي ديها لاله معاك. تفاجأت اخواتاتي وليت كلي كنغزل، وبقى فيا الحال وداز ديك السينته ديال ديك الاعوام اللي دوزت مع الاب ديالهم، وكيفاش كنت كنتهلا فيهم وكيفاش كنت دايرهم بحال وليداتي. واخا راهما قراب ليا في العمر ماشي بعاد عليا كاع باش نحسبهم بحال ولادي. الخير اخواتاتي ما عنده بو، عمرني ما صرفت فيهم شي كلمه ديال العيب ولا شفت فيهم حتى شي شوفه ناقصه. ايوا اخواتاتي اش غنقول لكم، جمعت النوضه وقلت ضروري ما نوقف على حقي. ايوا تما فين غادي تكون الصدمه الكبرى مني عرفت راجلي اللي سهرت معاه وقلبت وخرقت. مني حس براسو تزاد عليه الحال كتب كل شي لولادو، وانا ما تفكرنيش حتى بطريف ديال الفلوس. داكشي اللي درتو معاه ماشي قليل، ولكن حقي عند الله سبحانه وتعالى. ايوا اختكم رجعت عاود تاني لا ديدي لا حب الملوك. واخا عييت ما نتواصل معاهم ونهضر معاهم ونقول لهم خفوا على باكم واتقوا في وجه الله، والو. الناس قالوا لي راكي عشتي وتبرعتي في خير بانا، وتحنا عمرنا ما تحاسبنا معاك فاش كنتي مع با كتسافروا للبلايص المخيرين كتاكلي الماكله المخيره. وشوفوا يا اخواتاتي بنادم فين وصلت به الوقاحه، ولا كيتحاسب معاك حتى شنو لبستي وشنو كليتي.
ايوا شفت عييت واحتسبت حقي عند الله سبحانه وتعالى، وما نكذبش عليكم، في اي صلاة كنرفع كفوفي الله سبحانه وتعالى وكندعي عليه، لا هو ولا تريكته. كاين سبحان الله العظيم اللي يخلي الرحمة كتنزل عليه من وراه، وكاين الله يستر اللي كيخلي قرحة القلب تجري وراه. فيما كندعي كنقول انا حقي عند الله، وكيف ما ضحكتي عليا له لا يرحمك. صبرت معاه، واخا كي قلت لكم كان مرض مزمن اللي ما كيخليش حتى ناخذ حقوقي كامرأة، وقلت معليش، راجلي ساتر عيبي ونسترت انا عيبه، ولكن انا نويت معاه النية ديال الخير، وهو كان ماشي جايبني على اساس انني مرتو، جابني غير على اساس انني خدامة عنده، نضل نقلب في الليل ونبدل وندوش ونحسن. بقيت كندعي عليه ومازال لحد الان كندعي عليه. عندي زهر بحالي بحال امي مسكينه، رجعت جلست مع الوالده وتا هي بدات كتعيا مسكينه، ولا خاص اللي قابلها تكتب عليا في هذه الحياه، نهز الهم ونقلب. والحمد لله بعدا هاد المره الا قلبت راها امي. ايوا ما طولاتش الوالده حتى هي، جلست معاها غير عامين، ومن بعد دامو الامانه امانته. عييت كنطلب في خوتي باش يديوني، وكل واحد كيعطيني حجه، وانا عرفت ان عيالاتهم هما اللي كيتحكموا فيهم. حتى داك الخير اللي كانوا كيصيفطوا قبل ما يتزوجوا، دوك السيكان وديك الماضه اللي كانت كتجي ما بقاتش، والرحمه الله يستر مشات. وخصوصا مني توفات الام ديالي، شفت عييت ووليت كنخرج نطيب مع واحد السيده، كنضيع بعدا الوقت وكنجي ناشطه مني كنحضر في عراسات الناس، وكنجي الحمد لله محمله ومجمله، ها الحلوى، ها شويه الديسير، ها شويه اللحم، ها شويه الدجاج، الخبز. ايوا اختكم بقات بحال اليتيمه، مازال على الاقل الام ديالي واخا مسكينه ما كانش عندها الزهر لقات ولادها داروا بها، اما انا ما رزقنيش ربي بالذريه الصالحه، وبقيت كنتكلفط. مره خوتي لا تفكروني كيصيفطوا ليا شي حاجه وكنظن داكشي اللي كيصيفطوه ليا يمكن غير زكا. الاب ديالي حتى هو غادي يتوفى، ونهار غادي نسولو على حقوقاتنا غنلقاو الوالد كتب كل شي لمرتو وولادو. السيده فيما كان با كيشري شي حاجه من النهار اللي تزوجات به وولدات معاه الولد الاول، ولا داكشي كيكتبو ديريكت في سميتها. لقينا راسنا الله على ما سمعنا اتعذب في حياته، والله يستر. كانوا مسكنينو غير في الكراج، ونهار كثرات عليهم المصاريف والسيد قلالت صحته، اشنو غيديروا ليه باش ما يضحكوش عليهم الجيران؟ هزاتو ورجعاتو لدارنا في الدوار فين كنا ساكنين، وتما فين بقى الله يستر بوحدو حتى جاتنا الخبر فاش توفى. هادشي ما عمرنا سقنا ليه الخبار، حتى النهار اللي مشينا نحضروا العزو عاد الهضره بدات كتخرج من فم لفم، وبقيت كنتعجب في هاد الدنيا. سبحان الله العظيم، قال لك كيف ما درتي كيف ما غيديروا لك. هو هجرنا ولاحنا وما عقلش علينا، امي مسكينه وهي وولادها، حتى هو داكشي اللي داروا ليه ولادو، هجروه ولاحوه. على الاقل بعدا انا امي لقات بعدا ولادها داروا بها وهزوها، حتى النهار اللي مشات تحت التراب اما هو الله يستر كلاوه، ونهار مرض لاحوه. تلهاو مع همهم، مرت برا بقى الدردك ومازال تجيب 10 من قرانو، حيت اخواتاتي النهار اللي مشات تزوج ماشي تزوج شي وحده اللي نقولوا صغار من امي غير بشي اعوام، راه تزوج كبر من ولدو الكبير غير بشي 4 سنين، يعني يكون ولد بكري غيولد قدها. الله يستر. ما بغيتش لبا هاد الموتة، بقى ايامو الاخرى وحيد ومات والناس ما ساقوش ليه الخبار حتى خنز. الله ينجينا وينجيكم. كيقول المثال دير الخير تلقاه، واللي دار شي ذنب راه كيخلصوا في الدنيا قبل الاخره. ربي يمهل ولا يهمل.
خويا الكبير مني جا وشاف با كيفاش الله يستر تلات بيه ليام وكيفاش مات ديك الموتة، عزيت عليه، وخصوصا مني شافني انا بقيت بوحدي، ودابا واعدني انه غادي يشوف كيفاش يطلعني. فيا ربي تسهل لي الامور، ويا ربي تحكم في مراته ويدير الله ما دار. ما كرهتش اخواتاتي حتى انا نتجمع حدا خوتي. انا باقا الحمد لله بصحتي، باقا قاده نخدم وندمر ونهز راسي. انا بغيتهم غير يضمنوني ويجيبوني حداهم ونحس بالعائله. حتى الصدر الحنين اللي كان مونسني راه ماتت مسكينه وبقيت بوحدي. يا ربي يا سيدي ربي يكمل رجايا. ما تنسونيش البنات اللي سمعت قصتي من الدعاء، والله يحنن القلوب ويتسقم زهري يا ربي الحبيب. حتى لهنا خواتاتي سالت قصتي، ما تنسونيش من دعواتكم. راه دعوة 40 غريب مستجابة. وإلى اللقاء في قصة قادمة إن شاء الله.